الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية ممكن، وهنتكلم النهاردة على ماتش سيراميكا. الأهلي هيلعب ماتش مهم جدا مع سيراميكا. طبعا أنا مش محتاج أقول للاعيبة الأهلي ماتش سيراميكا مهم قد إيه، ولا هقول لك إحنا ترتيبنا كام في الدوري، ولا هقول لك إن تخيل معايا مين اللي متصدر الدوري. هو كده متصدر مؤقت، يعني هو متصدر الدوري مؤقت، هو اخرهم يصدروها، ولكن هو متصدر الدوري. ده الواقع اللي قدامنا، ولكن مؤقت. وهم نفسهم عارفين ان هو بس مؤقت. الدنيا الجو اللي هم عايشين فيه ده ما هو الا سويعات، وكل واحد هيرجع لمكانه الطبيعي. ولكن انا مش محتاج اقول للاعيبتي ان ماتش سيراميكا مهم قد ايه، عشان حتى الان ناخد نفسنا. العبوا، العبوا رجاله. انتوا بتلعبوا في اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط. مش محتاج اقول لكم العب يا اخي عشان خاطر الفانيلا الحمراء اللي انت لابسها. مش عايز اقول لك العب عشان ضميرك، العب عشان تراعي ربنا في لقمة عيشك. انت بتاخد ملايين، فالعب عشان خاطر ربنا، تراعي ربنا في شغلك وفي اكل عيشك، بدل ما انتوا ما بتعملوش اي حاجة ومش فالحين غير تطلبوا فلوس. فلو سمحتوا خلي عندكم دم، ومحتاجين ان انتوا ده بعد اذنكم تكسبوا بكره. احنا ما انا كل اللي عايزه منكم ان انتوا تكسبوا ماتش سيراميكا، بس مش عايز غير ان انتوا تكسبوا سيراميكا. مش عايز غير انكم تكسبوا سيراميكا وتعملوا ماتش كويس يليق بالنادي الاهلي اللي عملكم، واللي خيره عليكم بعد ربنا، واللي بيقبضكم. فلو سمحتوا العبوا ماتش عدل واكسبوا. عيب لما انا ابقى النادي الاهلي كبير الليله كلها وابقى في المركز ال15 عشان شويه لعيبه مش عارفه قيمه المكان اللي هي فيه. سيراميكا فريق ساهل. احنا كتاريخ مواجهات ما بين الفريقين اتواجهوا 9 مرات في الدوري، اتواجهوا 10 مرات في الدوري. الاهلي فاز في 8 ماتشات وتعادل مع سيراميكا في ماتشين. الاهلي احرز 25 هدف وسيراميكا احرز 6 اهداف. هداف المواجهات ما بين الفريقين وسام ابو علي برصيد 4 اهداف، ثم الشحات وقفشه كل واحد منهم 3 اهداف. الموضوع سهل، فرقة مش من الفرق المعقدة. احنا مش محتاجين نعقد الموضوع على نفسنا. ومش برضو مش ماتش سهل. كابتن علي ماهر من المدربين اللي بيعرفوا يلعبوا الماتشات الكبيرة. هو ما بيلعبش غير قدام الاهلي والزمالك. وسيبوكم الزرط الزملكاوي، انتوا عارفين قصدي على ايه. فلازم نكسب ماتش سيراميكا، ده بداية الاصلاح والتصليح. ومش هقول لك مصالحة الجماهير، عشان كل ما اقول لكم مصالحة الجماهير بتقرفونا وتزعلونا. فمش هقول مصالحة جماهير، انا هقول لازم بكل بساطة اهو لازم نكسب ماتش بكرة. لازم نكسب ماتش بكرة بتاع سيراميكا. موضوع سهل اهو وبسيط. يا اخي حتى راعوا ربنا في اكل عيشكم. خلوا العبوا عشان شكلكم، العبوا عشان انتوا بتلعبوا في مكان كبير ما يليقش بيه غير ان انتوا تموتوا نفسكم في الملعب. ماتش مهم ولازم نكسب. كفاية اللي فات، كفاية خسارة للنقط، كفاية استهتار، كفاية تقلوا بقيمة النادي اللي هقول لكم ايه، بس كفايه تقلوا من قيمه النادي اللي عملكم، او اللي زي ما قلت لكم اللي خيره عليكم من بعد ربنا. انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا. اي لاعب
في مصر وفي افريقيا يتمنى يكون موجود مكانك، واسمه يتكتب في حروف من ذهب، ويعمل انجازات تضاف لتاريخه ويبقى عنده سي في قوي. ده النهارده اي لعيب ببطل كوره، هات كده هات ميدو جابر، هنقول ميدو جابر عشان ما راحش في انديه كبيره غير الاهلي، هات كده اتكلم عن تاريخه وعن السي في بتاعه، هتلاقي النقطه البيضاء اللي في سجله، النقطه المشرفه في حياته، انه لعب في يوم من الايام للنادي الاهلي ولبس تيشيرت الاهلي. انتوا متخيلين؟ وغيره كتير. مش يعني انا مش قصدي ميدو جابر بالاخص، انا اقصد هات اي لعيب من اللي لعبت في الاهلي، هات هشام محمد، هات مروان محسن، انت فاهمني، هات سعد سمير، هات اي حد تلاقي تاريخه كله مبني ان هو كان بيلعب في النادي الاهلي في يوم من الايام ولبس التيشيرت بتاع الاهلي. فلو سمحتوا اعرفوا قيمه المكان اللي انتوا فيه، وكل اللي انا عايزه منكم تلعبوا رجاله وتكسبوا الماتش بتاع سيراميكا وتعملوا اداء اشم فيه واحس ان انتوا بداتوا تتعادلوا وبداتوا تعرفوا قيمه المكان وتستشعروا المسؤوليه اللي انتوا فيها واللي عليكم، وتكسبوا ماتش بكره. ده انا الاهلي، انا الاهلي. خلصنا من القصه دي. الزملكاويه عارفين بقى لهم فتره بموضوع ان احنا لازم ندعم، او الاعلام او البلد تدعم بيراميدز كممثل مصر في كاس الانتر كونتيننتال، وهو جايين دماغنا ازاي ما يتعملش استوديو تحليلي للماتش بتاع بيراميدز واوكلاند سيتي، وازاي ما فيش تغطيه اعلاميه، وازاي مش عارفه تقليه. انا ما اعرفش ايه علاقتهم بالموضوع، ولا هم ايه مالهم يعني هم ايه لازم ايه دخلهم في الموضوع، انا مش فاهم. ولكن مصدعيننا الانتر كونتيننتال ومعترف بيه، بطوله رسميه معترف بيها من الفيفا وتحت اشراف الفيفا، والبيراميدز كسب مش عارفه ايه وهيلعب على كاس الثلاث قارات، والفيفا مش عارفه بيعمل والفيفا بيسوي، ولازم كلنا ندعم بيراميدز. واحنا في البلد دي مفيش يعني بلد مش محايده، بتدعم ناس على ناس وما بتدعمش بيراميدز، والمفروض ان بيراميدز بيلعب باسم مصر. هم نفس القلاليط دول اللي كانوا بيتكلموا على الاهلي، وان الاهلي ايه يعني بطوله الانتر كونتيننتال دي بطوله مش رسميه ولا معترف بيها من الفيفا، والفيفا ما يعرفش عنها حاجه. حتى لما خدنا الكاس الثلاث قارات طلع يقول لك ايه، اصل بطوله مش محدش يعرف عنها حاجه، دي الاهلي عامل بطوله ضحك بيها على جمهوره وعشان يراضي نفسه، عشان مش عارفه البطولات ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو مع الاهلي مش رسميه ومش معترف بيها والفيفا ما يعرفش عنها حاجه، ومع بيراميدز دي معترف بيها والفيفا تحت اشرافه والفيفا باصم عليها بصوابعه العشره. ما انا مش سيبك انت بقى من كل ده، انت عايز تساوي بيراميدز بالنادي الاهلي؟ الاهلي فين وبيراميدز فين يا عم؟ بيراميدز ما انت مالك يعني؟ انت كنادي زمالك او جمهور الزمالك انتوا مالكوا؟ انت ولا كنت دخلت افريقيا، ولا كنت بطل دوري ابطال، ولا كنت وصيف افريقيا، ولا وصيف ولا ليك دعوه باي حاجه. فانت بتتكلم بناء على ايه يعني؟ انت ايه دخلك في الموضوع؟ انتوا كجماهير نادي الزمالك ايه دخلكم في الموضوع؟ انت مالك؟ بطوله معترف بيها، بطوله مش معترف بيها، انت خلاص حقاني يعني؟ انت كجمهور زمالك يعني خلاص الوحي انتوا خلاص يعني انتوا خلاص بقيتوا حقانيين، وعرفتوا وبقيتوا عارفين فيفا وعارفين بطولاتها وايه البطولات اللي تحت اللي هم مشرفين عليها والبطولات اللي مش مشرفين عليها؟ ولا هو الاهلي اللي واجعكم؟ هو الاهلي اللي واجعكم وعامل لكم عقده في حياتكم. الاهلي واجعكم وعامل لكم عقده في حياتكم. واي حاجه انتوا يعني انتوا مفكرين ان انتوا لما تطلعوا تدعموا بيراميدز وتقولوا ان بيراميدز هو ممثل معرفش ايه ولازم كلنا ندعمه ونقف وراه ونعمل ونسوي، فانت كده بتضايقني. لا ده بالعكس، ده انا نفسي اكون عندي نص البجاحه اللي عند الزملكاويه، اللي هو انت فريقك مهلهل والبسه متخرم وعليه ديون وعنده مشاكل، وبدل ما تدعم فرقتك وتقف جنبها وتشوف مشاكلها طالع تدعم فريق تاني وتنافق وتدلس كالعاده، وتقول اصل هنا عند دي بطوله رسميه والفيفا مشرف عليها ولازم نقف كلنا ورا بيراميدز، مع انك مع الاهلي قلت دي بطوله مش رسميه، انت فاهمني، والفيفا ما يعرفش عنها حاجه،
والفيفا ولو عرف هينزل عقوبات على الاهلي، وبالرغم انها فيها فرق كبيره كانت بتلعب، بس هو تدليس واي كلام في الهوا، وان البطوله الفيفا ما يعرفش عنها حاجه، والاهلي ضحك على جمهوره وجايب عامل بطوله ان هي بطوله رسميه وهي مش رسميه. انا مش محتاج اصلا اثبت لك ان هي رسميه او مش رسميه، انت ولا لا تعنيني في اي شيء. لكن انا مستغرب انت مالك، يعني انت كنادي الزمالك انت مالك حاشر نفسك ليه؟ ولا هو تطبيل ورقص وخلاص؟ يعني انتوا بتطبلوا وبترقصوا ليه؟ هيدوكوا فلوس؟ اكيد طبعا ما هيدوكوا زي ما فوتت لهم قبل كده. فانت يعني انت مالك؟ انت كنادي زمالك مالك حاشر دماغك؟ انا مش عايز اقول حاشر حاجه تانية، حاشر دماغك ليه في الموضوع؟ حاطط مصلحتك ليه في الموضوع؟ انت مالك؟ انتوا كزملكاويه مالكوا؟ ما تروح يا عم فكر ازاي تدخل دوري ابطال، فكر ازاي تاخد الدوري، فكر ازاي تاخد بطولات، فكر ازاي تدفع المستحقات بتاعت اللعيبه بتاعتك، فكر ازاي تدفعوا الديون اللي عليكم، فكر ازاي الارض اللي انتوا خدتوها وخدتوها بضمان وطلعتوا وبعتوا منها لرجال اعمال يستثمروا فيها، وخدتوا فلوس من البنك بضمان الارض عشان تجددوا لزيزو وتدفعوا مستحقات لاعبتكم، والفلوس اتصرفت وما عملتوش بيها حاجه، وانتوا اصلا هتروحوا في 60 داهيه والنادي مش بعيد يتقفل. فانت بدا سايب كل ده وماسك. هي ليه الاعلام مش انت مالك الاعلام بيدعم بيراميدز ولا لا؟ اما انت مشجع سئيل صحيح. ده انتوا ناس غريبه، انا ما اعرفش الناس دي بتجيب الدم ده منين، والله العظيم ما عارف. انا مش فاهم انتوا ايه التركيبه بتاعتكم دي جايه منين؟ جلدكم ده منحس، جلدكم ده منحس. طبعا نيجي للخبر السعيد اللي كنا كلنا كاهلاويه منتظرينه، وهي عوده البعبع بتاع الدوري، او عوده البعبع لمكانه الطبيعي، وهو الكابتن سيد عبد الحفيظ الحراق المشطشط. عرفنا ان هو هيرجع النادي الاهلي، وبصراحه اي منصب الكابتن سيد هيشتغل فيه المنصب ده بيزداد شرف وفخر، مش العكس. لان سيد عبد الحفيظ مفخره لاي مكان بيدخله، المكان اللي بيدخله بيتفاخر ان الكابتن سيد موجود فيه. طبعا انا سامع ركب الزملكاويه من دلوقتي وركب الاعلام الابيض ابو خطين بتخبط في بعضيها ليه؟ البعبع حضر، البعبع جه اللي بيعرف يشكم اي واحد وبيوقفه عند حده. هتقول كلمه هيطلع يرصلك 10. هيعرف يظبط اوضه اللبس، هيعرف يظبط اللعيبه لا مؤاخذه اللي بتتعولق، هيعرف يقول للاعب انت جايه معاك جايه مش جايه مع السلامه. ده جاء اللي بيشكم جه، اللي ما بيخافش وما بيعملش حساب لاسامي جه. فاي مكان هيمسك فيه هيبقى شرف للمكان ومفخره للمكان ان ابو معتز دخل. في كلام انه هيمسك، انا من وجهه نظري وكنت اتمنى ان يجيبوا وليد صلاح الدين، عادل مصطفى، محمد شوقي، علاء ميهوب، يدخلوهم في لجنه التخطيط غير العواجيز اللي موجوده. نغير بقى الدماء ونجيب كوادر فنيه عاليه ذو قيمه عاليه تقدر تخدم النادي في المكان ده. الاربعه اللي قلت عليهم دول يبقوا في لجنه التخطيط، ويجي الكابتن سيد حفيظ يمسك في مكانه المفضل وهو مدير كوره، وكنت اتمنى ذلك. ولكن في كلام بيقول ان هو قاعد مع الخطيب، هو هيرجع هيبقى مسؤول عن ملف الكوره وكل ما يخص الفريق الاول لكره القدم بالكامل. ولكن في كلام بيقول ان الخطيب لو ترشح لفتره انتخابيه جايه هيبقى في القائمه بتاعته الكابتن سيد عبد الحفيظ، وهيبقى برضه مسؤول عن الكوره او مسؤول عن الفريق الاول في النادي الاهلي. وفي اقاويل طلعت تانية بس انا بصراحه مش متاكد منها دي. انا متاكد ان هو هينزل في قائمه الخطيب، لكن الموضوع ده مش متاكد ان هو هيمسك منصب في شركه الكوره، او هيمسك شركه الكوره وهيبقى هو المسؤول برضو عن الفريق الاول وعن التعاقدات وعن تمديد العقود والكلام ده. انا كل ده ما يهمنيش. انا الكابتن سيد حفيظ هيمسك في اي مكان انا واثق انه هيطلع منه جواهر وذهب. فالمهم ان هو دخل النادي الاهلي، رجع بيته تاني. سيد عبد الحفيظ رجع مكانه تاني. فانا سامع ركبك يا زملكاوي يا بائس من حياتك
انت واعلامك ابو خطين وركابكم بتخبط في بعضها بعد ما عرفتوا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ في اجتماع مع الخطيب، في اجتماع مغلق النهارده العصر مع الخطيب. في اي مكان الكابتن سيد هيخدم فيه النادي، هيكون موجود فيه، هيخدم فيه النادي الاهلي، وهيطلع منه زي ما قلت جواهر وذهب. وانا فرحان عشان اللاعيبه تتربى وتتعدل وتعرف قيمه المكان اللي هي فيه، عشان اللي هيتعوج هياكل على قفاه وهيترمى بره النادي، اخره يعدي من جنب سور النادي مهما كان اسمه. واحنا زي ما قلت ما بنعتمدش اسامي، الاهلي فوق الجميع. يا اهلا وسهلا يا ابو معتز برجوعك لينا تاني، نورت بيتك ومكانك، ومستنيين منك شويه قرارات بتمرتيت عشان نظبط العيال دي. الاهلي ان شاء الله يكسب سيراميكا. لو سمحتوا العبوا برجوله، موت نفسك على الكوره، انت بتلعب في نادي اساطير. اكسب سيراميكا، بدايه الطريق الصح. نكسب لو سمحتوا، العبوا برجوله، نكسب سيراميكا. شكرا، مش عايز حاجه تاني. الاهلي فوق الجميع وما بنعتمدش اي اسامي، والاهلي فوق الجميع غصب عن اي حد. الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم واحد، وزي ما بقول لك هو ده النجم، هو ده اللي احنا بنشجعه. وما بنعتمدش اسامي، وايا كان او مهما كان اسمك هتتعوج وتلوي دراع النادي هنقول لك شكرا، اخلع مع السلامه. تصبحوا على خير.